ما في بالحقيقة ولا كلمة منه. يعني نحن الخلاف بدا على هيدا المستثمر من دبي او غيره؟ هذا المستثمر على دبي. هيدي عم تقول لي 4 سنين. 4 5 سنين. بس هلا مين بيع؟ هو الاسم لمين انباع؟ مستثمر جديد؟ لا 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 لا، ايش جديد؟ عم نحكي عن تبع دبي. تبع دبي هذا مو على جديد. كيف انا بيعه؟ طيب بعدين الاسم انا بدي بيعه. لو بدي بيعه كيف انا بقدر اسمك وليد بقدر بيع اسمك من غير ما تعرف؟ طبعا ما اذا هو صاحب الاسم صح، من غير ما تاخذ المصاري. وهو ما راح موثق هو توقيع. انا بقول لك الحقيقه، هو اللي وقع وهو اخذ المصاري، وانا اعطيه تكيكين، اعطيه سيارات، اعطيه بيوت، اعطيه دنيا. انت ما استفدت شيء من بيع الاسم ولا مليم. انا ايش قد اني اخذت مصاري زدت فوق منه اعطيته فوق اللي اخذها يمكن مره ثانيه. ايوه يعني طبعاً. هو بيع وهو قبض. هو قبض وانا اعطيته فوق منه. اعطيته ارض هون 7000 متر بتقسيم. اللي بيعرف تقسيم بيعرف تقسيم. اذا نقول سعرها العالم بتجن، يعني سعرها خيالي. هلا انت عم تعطي ابنه؟ ايه عم اعطيه ابني. طبعا انا مبسوط، عم اعطيه مبسوط وكل شيء تمام. عند الاخر طبعا عندنا من الام اخوه من جوزتي الثاني، امه عم تعبي براسه بتقول له اللي قبضته من ابوك قبضته، اللي ما قبضته بعد فتره بيكبر هالولد من الام الثاني. مشان الخاي تبعه خيو. يعني صار في كيد نسوان. طبعا نسوان. في كيد نسوان انه مشان ما يكوشي هذاك على الصاروي. طبعا لحق حاله. كل شيء. المشكله النسوان. طلع عمل هالفرتين. عمل هالفرتين. طيب براق من فتره انا سمعت منك كل الاحاديث انه كان ناصح. سمين. طبعا عمل عمليه وقال انا مريض. معدي. ايه نعم. روج للاعلام انه انا مريض. ايه طبعا. هو كان بغيبته وضعفه كان ناصح وعمل سليف. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، انت عم بتقول لي متابعينا الكرام رح تشوفوا هلا ونحن عم نحكي انا وابو براق رح تشوفوا كم سياره عنده براق. طبعا الله يرزقه ويزيدوا اكثر واكثر، بس ولكن نحن بنفرجيكم ليس كل ما يلمع ذهب. وقلنا بالفيديو السابق هدوء المقابر لا يعني ان الجميع في الجنه. اذا بيع كامارو حقها 50,000 عنده 2 جي كلاس وعنده شوفوه كل سياره حقها مليون و1,200,000 دولار بتركيا. نعم. اي نعم. عنده ولا الله يزيده انا ياخذ له اياهم ومبسوط من هالشيء. وطبعا فيلا قصر رئيس الجمهور اردوغان ما عنده هيك. عم تمرق بالفيديو قدامكم هلا. نعم. إيه. رئيس الجمهور هيك ولا مع المسبح مع المطابخ مع الشغالين. عنده العاب هو حيط تصور على اليوتيوب ادخلوا شوفوا. عنده العاب مليون ونص دولار. خلي يطلع واحد فنان او واحد مشهور يقول انا عندي العاب بالبيت $1,000,000. طبعا بالسوشيال ميديا وطلع. انا قهرت كثير يعني وسكت ما حبيت جاوب خالص. بس كل الناس سوونا حرامي، سوونا هذا ظالم، انا ظالم. انا اي واحد بالدنيا ابوه ما شفته ظلمه. الولد شفت كثير ابوه. بس كيف انا ابني بدي اظلمه؟ لو بدي اظلمه انا ما كنت سويته ولا كنت ربيته ولا كنت. انا اتطلقت مع عمه 5 سنين عزابي ولا يوم ما نمت من غير البيت غير عندهم. صار عمره 15 سنه انا غسله انا حلق له انا كل شيء. طبعا هذا الشيء عم نحكيه انا عم مستحي منه طبعا. صح. على كل اب لازم يسوي هالشيء. صح. مين بيظلم ابنه؟ انا عم مسهل المشاهدين، انا عم مسهل الناس اللي عم يعملوا تعليق غلط. اي اب بيظلم ابنه؟ هذا معقول هالشيء هذا؟ يعني هذا فيها منطق؟ وانا اب عندي 1200 شخص بيشتغلوا. خذ الميكروفون وسال لهالان واحد مش ممكن ياخذ باكل حقه، مش ممكن ظالمه، مش ممكن ما بسويه من غير تأمين بشغلوه، مش ممكن هالكلام. عندك 1200 موظف. 1200 موظف الان. بس انا بدفع رواتب فوق $1,000,000 مع الضريبه هذول بتعرف بدك تعمل لهم تأمين وما بعرف ايش. مليون بين $1,000,000 و$1,000,000. يعني كيف بدي اصدمه لبراق وبراق سوى حاله مظلوم؟ طبعا حتى يأثر السوشيال ميديا. وانا بالسوشيال ميديا مو قوي، مطعم المدينه قوي
مطعم المدينه، مطعم المشاهير، كل الدنيا بتعرفها يعني. نعم نعم. وانت شفت المطعم. هلا عم يمرق قدام المشاهدين هسه، ونحن عم نحكي، عم تمرق الصور كلها إيه؟ اللي عندك اللي مصورينها بالمطعم إيه والمشاهير. نعم. طيب ابو براك، نحن متابعينا الكرام، الهدف من هذا الفيديو، نحن مش ضد براك، الله يزيده محبة، والكل اللي بحبه نحن بنحبه، انا شخصيا بحبه لبراك، بس ولكن الظلم مش مزبوط. سمعتوا من براك، عم تسمعوا من بيو لبراك، يعني معقول اسس له وعمل له سوي له، هلا عم يظلموه؟ شو بده يظلم فيه؟ شو بده ياخذ له؟ ما الميل ميل ابو براك، والرزق رزق ابو براك، وهو اللي عمله وهو اللي سواه. يعني معقول؟ يعني عن جد خلينا نفكر بالعقل بس لحظات، يعني لنوقف لحظة. وشفتوا المشاهد وشفتوا قديش في أملاك. الفيلا أنت اللي جايبها. براك مو ولا لو بيطلب روحي وقلبي بعطيه اياها، ما بتقصر، ما بقصر طبعا. لو بدي قصر كنت ما بعطيك الا الشيء، بس شيء الغلط يعني بدي يضربك ضربه ياخذ الكل يعني مره وحده. قديش عمره براك؟ 27 سنه عمره. 27 سنة. 27 سنه. هو يا اخي باع السياره وقعده ابوه على الحديد، هذا كله كلام كذبه، كله شيء. يمكن اذا ببيع ساعه اغلى من السياره. عنده ساعه 2 أو 3، كل وحده حقها $200، ونزلوا على السوشيال ميديا بشوفوا بالايده، ودخلوا على الانترنت ايش قد حقها الساعه. يعني كيف اي حديدي اي حديدي انا مقعده على الحديد وبيعمل سياره. هاي السياره الصفراء قبل 10 سنين كانت عنده، مو هلا. اول سياره اخذت له اياها 15 سنه بيم اكس 5. كان ما عنده رخصه وما عنده اهليه وما عنده اي شيء. لهالان مغير سيارات حوالي 100 وحده يمكن. نعم. هالان بدي شوفوا يعني بالصور موجودات، هاي سياره براك، هاي سياره براك. مرقني. بس انا كنت قايل له نحن ناس متواضعين ومن عائله متواضعه، بترجاك السيارات على الانستغرام، على الفيسبوك، على الميديا لا تحطون، ما تتباهى يعني. لا لا تتباهى، لا تتكبر على العالم. لك الله رزقك، خليك على قد بساطتك، خلص انت احتفظ بافراحنا. طيب ابو براك، في مشكله مرقت عم بتتروج، قال انت اتضايقت لانه ساعد وقت الزلزال. هل هذا الشيء صح او غلط او شو الروايه؟ بدك الحقيقه انا ما كنت اقول حب الكلام. الزلزال كل المساعدات للآن على سوريا أنا بعته، كل المصروف علي على الشركة، كل الفواتير موجودة، حطها على الطاولة كل الفواتير موجودة. على أنطاكيا صار زلزال، كل المساكين كله. بس أنا إيش عم قول؟ يا ابني، يا براك، يا حبيبي، يا قلبي، يا عيوني، يا عيوني، مش بدك تروح تصور أنت وعم تنزل صور وأنت وعم تحمل صور لك مرة مرتين وخلاص، لا تعملها دراما. ايوه، انا هاي اللي ما مبسوط منها. ايوه، انت إيه؟ متضايق من الذل، يعني انت خلص عم تصور، عملت دعايه ما بيسوى. هذه صارت دعايه. مو انت قصدك انه ساعد على السكايت خلص. لا مو على السكايت، ساعد وصور بس خلص، ما تزيدها كثير. انت شوف على الفيديو، فيديو ورا فيديو ورا فيديو ورا، كلها مساعدات ممري. هذا يا اخي بتعرف انت السوشيال ميديا، ما عم نقول على براك عم يساعد مزبوط. من انطاكيا من مكان الزلزال يتصلوا فيني، قالوا لي يا اخي هدول الفنمان، هدول اللي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا نحن بدنا نقوسهم، بدنا نقتلهم. قلنا له ليش السبب؟ قال يا اخي معه خبزه نص خبزه، عم يعطينا مع خبزه مع 10 كاميرا. يعني صار بانطاكيا وبكان الزلزال بهالشغلات كثير. انا قلت له لا تنزل نفس المستوى اللي الباقيين، خليك انت مظبوط. مصلحته. نعم. ايه، انا بدي مصلحته اصلا. وعند اخر الزلزال راح للحام اللي عم ناخذ نحن منه، نحن المزرعه عندنا بده لحم المحل. اتصل فينا اللحام، يا اخي انت بدك تاخذ 500 كيلو لحم، ما عندك ثلاجه، ما عندك شيء تحافظ هاللحم. قلنا له يا اخي بتاخذ هاللحم انت بالسم العالم، بتخرب بيتك وبتخرب بيتنا. تنتزع. نعم. اوه ابوي ما اعطاني. يا اخي مين ما اعطى يا ابي؟ من كل اللي اخذوا لهالان والله العظيم صادق كله انا مني يا ابي. ليش انا عم اقول مني؟ عشان هو فارق، انا ما في فرق بينه وبين براك، منه ومني ما في فرق. انا بدي اوريك الصور، انا بعت 20 ترك
هلا بدي اقول الرقم، بدي اقوله يا